عذاب القبر لم أنكره، القرآن أنكره ما أنا. عذاب القبر لم أنكره، القرآن أنكره ما أنا. كذلك رجل آخر أخص بالتحذير منه اسمه منصور كيالي، ده خطير جدا، برضه بيأصل الإلحاد وينكر الغيبيات وينكر المسلمات وأصول الدين بمسمى الدين وبمسمى مفكر إسلامي. مقطع رقم 6. عذاب القبر لم أنكره، القرآن أنكره ما أنا. كيف الإجابة عمن ينكر عذاب القبر بحجة أنك لو كشفت القبر لوجدت الميت لم يتغير ولم يضيق عليه قبره ولم يتسع؟ عذاب القبر هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. قد يكون في جحيم وفي عذاب ولا تشوف عليها أثار، لأنك يعني في الدنيا وهو في الآخرة، بينكم أنت في دار الدنيا وهو في دار الآخرة. هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لازم أنك تشوف. هذا الرسول هو اللي اطلع على بعض المعذبين في قبورهم، الرسول، هذا من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يرى بعض الناس أو بعض المسلمين قد يرى العذاب في القبر، يرون النار تخرج من القبر، يرون بعض الأحيان النيران تخرج من القبور في الليل، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن رجب رحمه الله له كتاب التخويف من النار، تخويف من النار، ذكر فيه أشياء. نعم. عذاب القبر، فاستمع إلى قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، مادين أيديهم لهذا المحتضر من الكفار: أخرجوا أنفسكم، وكأنهم شحيحون بأنفسهم لأنها تبشر والعياذ بالله بالعذاب فتهرب في البدن تتفرق ويشح بها الإنسان. يقال: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم متى؟ عند موتهم، يوم موتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلا يأتي شخص ويقول: إننا لو حفرنا القبر من بعد يوم أو يومين لم نجد أثرا للعذاب. نقول هذا لأنه أمر غيبي، على أن الله تعالى قد يطلع على هذا الغيب من شاء من عباده، ربما يطلع عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأطلع الله نبيه على هذين القبرين أنهما يعذبان. من أنكر عذاب القبر بعد أن علم أنه ثابت بالكتاب والسنة فهو مكذب لله ورسوله، والمكذب لله ورسوله كافر.